الله تبارك الله. وكذلك نلتقي بالإعلامي القدير سعد السناني، حياك الله. الله يحييك ابو جاسم، شرفت بالمدينة. الله يحفظك. اليوم منطقة المدينة المنورة تنظم الملتقى الخامس للمبادرات والتجارب التنموية، نبغاك تحدثنا عن هذا الملتقى. والله شوف، للأمانة قبل دقائق كنا على الهواء عبر القناة السعودية وتحدثنا عن التجارب الموجودة والتنموية حقيقة الموجودة في إمارات المناطق. اليوم أصبحت إمارات المناطق في تقدم عالي من ناحية التجارب، من ناحية الإبداع المقدم وفقا لرؤية السعودية 2030. اليوم نشاهد من خلال إمارة المدينة المنورة من خلال التنظيم اللي قاموا فيها اليوم، ما شاء الله تنظيم يذكر فيشكر للأمانة، تنظيم رائع وعمل إبداعي، وما شاء الله تبارك الله شاهدنا التجارب الإبداعية موجودة والكل يستفيد من الخبرات الموجودة. أيضا الكل يستفيد من الجلسة الرئيسية و8 جلسات حوارية موجودة في هذا الملتقى، وهذا لمدة يومين. اليوم نشاهد هذا الملتقى لالتقاء الخبراء، لالتقاء الناس اللي تقدم عمل جميل لإمارات المناطق. اليوم أصبحت إمارات المناطق تهتم بجوانب التنمية بشكل كبير، تعمل على جوانب التنمية، تعمل على التجارب الموجودة، التجارب البيئية، أي تجارب موجودة بأنواعها نلاحظها اليوم، تعمل بعمل احترافي وفقا لرؤية السعودية 2030، حتى أن الكل يتحدث عن هذه التجارب الموجودة في إمارة المدينة المنورة. نتحدث عن إمارة المدينة المنورة لديها تجارب جدا جدا رائعة، واليوم شاهدنا هذه التجارب والجميع شاهد هذه التجارب بشكل احترافي بشكل جميل، حتى انها تنقل هذه التجارب الموجوده في المدينه المنوره الى امارات المناطق. اليوم اصبحت هذه الامارات اصبحت منفتحه على المجتمع، منفتحه على التنميه بشكل كبير وبشكل رائع، حتى اصبحت تعمل بعمل الفريق الواحد من خلال جميع الجهات الحكوميه المتواجده في المناطق للهدف للتنميه المستدامه للمناطق بشكل عام. الله يعطيك العافية أستاذ سعد، شكرا لك.